بالفعل كانت عند نصر زي ما حضرتك اثرت الموضوع. خفاجه ان شاء الله بكره عملت اتصال هاتفي مع الكابتن، مع الباشمهندس فايز عريبي، اوضح لي ان المسؤول بتروجيت هيحضرون النادي طنطا غدا. ايوه. الحصول على استئذان خاص بال 650,000 جنيه. يعني غدا سيحضر مندوبي بتروجيت للتعاقد رسميا على انتقال محمد خفاجة إلى بتروجيت بالفعل. مقابل 600,000 جنيه. 50. 650,000 جنيه. بالفعل يا فندم. طيب، هل نادي طنطا على علم بتوقيع خفاجة سرا للمقصة؟ هو علم في علم الأخيرة، ولكنه ليس طرفا في الموضوع. الخلاف ما بين اللاعب ونادي المقصة، لأن اللاعب وقع بالفعل للمقصة، واللاعب أكد لنا اختص في برنامج فرعين الكورة بهذا هو وقع بالفعل، ولكن بقصد اللعب من بداية يناير. ولما علم ان المقصة هيتعاقد مع اللاعب من بداية عمر نجدي لاعب المغرب، هم قالوا له لو تعاقدنا مع عمر نجدي ستكون معنا من بداية الموسم، لو ما تعاقدناك هتكون معنا في يناير. بالفعل يا فندم، بالفعل. واللاعب لما ارتأى ذلك انتقال للمقصة، وحاول الدفع الى نادي بتروجيت، واللاعب ابدى رغبته بالفعل، وانه يعني مش عارف في رداءة في الصوت يا أنور. بعتذر على استمرار المكالمة، ولكن خلينا أشرح لكم. محمد خفاجة وقع للمقصة دون علم ناديه على أن ينتقل في يناير إلى مصر المقصة، ولكن المقصة تعاقدت مع عمر نجدي، وده كان آخر حاجة ليهم في القايمة. يعني كان ليهم فرد واحد في القايمة تعاقدوا مع المغربي عمر نجدي وأيمن عبد العزيز طبعا، والانتقالات الوافدة لهم في يناير، فأغلقت القائمة. قالوا له أنت معانا بدءا من بداية الموسم الجديد، ولكن اللاعب اتخذ موقف مغاير وأبدى رغبة جديدة للرحيل إلى بتروجيت، وبالطبع تم تنفيذ هذه الرغبة، وغدا سيوقع رسميا لبتروجيت من خلال وفد سيحضر إلى نادي طنطا مقابل 650,000 جنيه. ولكن مصر المقصة كلموه وحذروه أنهم غير موافقين على انتقاله لبتروجيت. ترى هل سيصمت مصر المقصة وياخد 100,000 زي ما ادهم سرا، ياخدهم سرا وخلصنا، ولا الموضوع هيبقى فيه مشكلة ومصر المقصة يطالب باللاعب؟ هذا ما ستصفح عنه الآن.